ما الفرق ما بين الحقل الدلالي والحقل المعجمي؟ الحقل المعجمي نربطه دائما بالجانب المادي، والحقل الدلالي دائما نربطه بالجانب المعنوي. مثلا في الحقل المعجمي لو قلنا كلمة التعليم، في الجانب المعجمي ماذا يرتبط التعليم بالمعلم، التلميذ، القسم، هي جانب مادي، هذا هو الحقل المعجمي. أما الحقل الدلالي فهو جانب معنوي، مثل ماذا؟ مثل الدراسة، النجاح. مثال آخر لو ذهبنا إلى مصطلح الحرب، ما هو الجانب المعجمي؟ والبندقية، السيف، الرمح إلى آخره. أما الحقل الدلالي فهو الكفاح، الحماسة في الحروب، الجهاد إلى آخره، كلها مصطلحات معنوية. إذا المعجم مادي والدلالي